التدخل المهم الذي تقدم به السي محمد يازبي أعطى خلفية لعمل الأمم المتحدة، لكن مثل ما ورد في تحليله الدقيق نعرف بأنه بداخل الأمم المتحدة الفاعل الأساسي هو الولايات المتحدة، أنه لا يمكن أن نصرف نظرنا فقط إلى الأمم المتحدة، عليك أن هناك فاعل مستمر. وقد حددت استراتيجية الولايات المتحدة منذ 93 بما أسماه نائب كاتب دوا بيدرو بالأمبيغويتي كونستيتيوتيف، الغموض الإيجابي الذي يترجم خطأ بالفوضى الخلاقة، على أساس أنه يستحسن عدم الحل بالنظر إلى تعقد المشكلة. تلك هي المقاربة التي تبنت الولايات المتحدة منذ 30 المتتبع لكل التقارير يرى بأنه الطبيعة العامة لهذه التقارير تردس، أحيانا لصالح البوليساري، أحيانا لصالح المغرب على التداول، نوع مما يسمى الالبينوس الأبيض الأسود. فكانت هي تلك طبيعة قرارات الأمم المتحدة فيما يخص الإنسان. الآن وقعت، الآن هناك نظرة جديدة شدت عن ما تواتر من أسلوب ممانع حسب الظروف وخروج عن قاعدة الغموض الإيجابي. لماذا؟ لأن الخارطة الدولية تتغير. أعتقد بأن الأمور واضحة اكتشفها كل المراقبين وعبر عنها جلالة الملك بوضوح فيما يخص الخطاب الذي ألقاه ثمانية. أنا في تصوري ينبغي واعتقد بأنه كما تفضل قدم الجلسة ينبغي أن نتحلى بالجرأة وكذلك بالذكاء. ينبغي أن نتعامل بحكمة مع الأمم المتحدة. نحن من طالب تحكيم الأمم المتحدة، لذلك لا يمكن أن يمكن ومن حقنا أن نقول للأمم المتحدة أنها حادت عن واجب الحياد. التصريحات التي قام بها الأمين العام مجانبة لما يفترضه من هو مؤتمن على ذلك. من حقنا أن نؤاخذ موظفي الأمم المتحدة الذين يخلون بواجب الحياد، ومن حقنا أن نقول بأنه وجود الجانب المدني من بعثة من الوصول أصبح جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل. بناء على وقائع سيبشر معنا استمعنا إلى ولايات العلم غير مرة أنه وجود من الوصول أصبح إدارة مناسبة يتهدد هيبة الدولة. لذلك القرار الذي اتخذته الإدارة بالنظر إلى أنه في نهاية المطاف الأمم المتحدة فاشلت في تنظيم الاستفتاء، وأن غاية وجود الأمم المتحدة بناء على مخطط التسوية وتنظيم الاستفتاء. إذا السبب الأساسي الذي كان أو العلة التي كانت توجد بها لمينوسو لم تعد قائمة. أعتقد بأن هذا القرار ممكن، لكن ليس معناه أن نغلق. هناك قضايا لأنه في نهاية المطاف نريد أن نجد حلا، ونريد أن يكون هناك وسيطة، ولأن لنا إخوة في تندوف ويعيشون ظروف مزرية ويهمنا ما يهمهم، فلا يمكن أن نرفض وسيطة. طبعا ينبغي تحديدها في المهام، تحديدها في الآجال، الانصياع إلى ضوابط الموضوع. لذلك أنا في تصوري التعامل مع الأمم المتحدة ينبغي أن يكون ذكيا ولا ينبغي أن نرد بتشنج. هذا فيما يخص مسألة الأمم المتحدة.
في نفس الإطار وقبل أن تنتقل إلى طرف آخر، هل ترى أن رد الفعل الرسمي ورد الفعل الغير رسمي الشعبي بين قوسين كان مناسبا للفعل الذي صدر من الأمين العام للأمم المتحدة؟ لا، في تصوري نحن هنا ليس لنكون صدى أو نحن هنا في تصوري أن نفكر بالتأني. هذا شيء أساسي، لأن كل الحاضرين هنا لهم رصيد نضالي، لهم مصداقية، لا يمكن أن يكونوا فقط أصحاب. أتكلم في تصوري بجرأة وبمسؤولية. لا يمكن أن نكون استنساخا للخطاب الرسمي أو صدى للخطاب الرسمي، ولكن أعتقد بأن واجب المواطنة لا يمنعنا أن نبدي آراءنا وفق ما نرى يحقق المصلحة الاستراتيجية لبلدنا والسلم والأمن للمنطقة. هذا هو الثوابت في التصور. ولذلك أنا آتي إلى النقطة الثانية فيما يخص علاقتنا مع الولايات المتحدة باعتبارها الفاعل الأساسي. ربما لا أشاطر القراءات التي تقول بأن الولايات المتحدة غيرت رؤيتها. نعم، هناك أطراف لها مواقف من قضية الصحراء بداخل الإدارة، معروفين بورتون وآخرون بدون أن نعطي أسماء، يشتغلون وفق ضوابط وقواعد معينة، ولديهم تعاطف باعتبارات سياسية أو ثقافية. هذا الولايات المتحدة دولة ديمقراطية على أساس أن مراكز القرار لا توجد في مركز واحد. يعني ينبغي أن نقسم قراءة لكل أطياف ذات القرار. والولايات المتحدة تدرك الأهمية الاستراتيجية للمغرب، تدرك دور المغرب كفاعل أساسي للاستقرار في المنطقة، وتدرك الأهمية الوجودية للصحراء بالنسبة للمغرب. لا أعتقد بأن المسؤولين الأمريكيين الذين سيعبثون بهذه المنطقة، ولكن الذي ينبغي أن نقوم به هو تغيير خطابنا وكذلك اختيار المخاطب الولاية. من الضروري أن نتحدث الآن عن جدوى ما يسمى بالحوار الاستراتيجي. هناك شيء اسمه الحوار الاستراتيجي. بحقي أنا كمواطن أن أتساءل عما قامت به هذه البنية وهذه الآلية التي تسمى الحوار الاستراتيجي. من واجبي كذلك أن أتساءل عن جدوى وجود شركات لوب مثلا. كانت هناك مثلا شركة تقوم بالدفاع عن مصالح المغرب بكتابة مقالات في مجال الذهن تابعة يعني للكونغرس الأمريكي، وحينما نرى يعني التطورات فمن واجبي أن أتساءل عن فعاليات أو مدى جدوى هذه الآلية. عشنا قبل شهور وضع شبيه بما نعيشه مع السياد، وكان هناك يعني نوع من حماة على أساس أن السياد مقبلة على اعتراف بالفلسطين، وذهب حزب وأحزاب أو عناصر من أحزاب معينة موجود معنا مصطفى نبيل منير، فكذلك مشيت عندهم وتكلمت معهم وسمعوا لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يفهمون لغة الصدق، لغة المصداقية. لذلك حينما نقول الولايات المتحدة ينبغي أن نقسم الخطاب مع الولايات المتحدة ونحسن اختيار من يقوم بهذا الخطاب. النقطة الأخيرة فيما يخص الولايات المتحدة ولا أريد أن أطيل، هي هل ينبغي أن نضع أنفسنا في المقاربة الجارية الآن لأمريكا تجاه دول الخليج. نعم، هناك مقاربة جديدة أمريكية، أعتقد بأنه ليس سرا ما ورد في الحوار الذي أعطاه أوباما في مجلة أتلانتيك مانث. انتقد فيه السعودية، انتقد فيه الإيديولوجيا الوهابية، اعتبر بأنه ينبغي إيجاد مخرج مع إيران،
اعتبر بأنه في نهاية المطاف كل الاستثمارات التي قدمتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تكن مجدية. فهل المغرب يمكن أن يدخل في هذه الخانة؟ أولا، المغرب ليس دولة مصدرة للبترول لكي يتراجع دوره عن كل هذه التغييرات ناتجة بالأساس عن تضاعف أو تراجع عفوا دور البترول. المغرب ليس دولة مصدرة للبترول. ثانيا، المغرب لم يكن دولة راعية عفوا لإيديولوجيا متشددة تدعو للعنف. ففي اعتقادي ثم المغرب دولة فيها مجال حرية، فيها مجال حقوق الإنسان، فيها مسلسل ديمقراطي حداثي قد لا يكون مختلفا ولكن لا ينطبق على البنية التي هي قائمة في دول. ولذلك أنا في تصوري بإيجاز الشيء لا ينبغي أن نستعجل الموضوع، وينبغي حسن قراءة التحولات الجارية في الولايات المتحدة وإيجاد المخاطب الجيد مع الولايات. سؤال قبل أن أقدم لكم السبيل، والمغرب متفاجئا بالقرار. لا أستطيع أن أجيب المذاهب لأنه من هو المغرب الذي تتحدثون عنه؟ لا أستطيع، لست في مركز القرار. المغرب إعلامي، المغرب حزبي. الذي نعرفه الذي يمكن أن نقول بأن العالم يتغير، لأنه نحن نعيش ما قد يمكن أن يسمى لافان سيكونس. كنت دائما أستعمل التعبير التالي وأردده هنا، وأن الحرب العالمية الثانية انتهت، أما الحرب العالمية الأولى فلم تنتهي بعد. نحن نعيش تداعيات التركيبة التي انبنت في الشرق الأوسط والتأثيرات التي كانت دوما من الشرق إلى الغرب. فلا يمكن أن نعتبر ما ورد في خطاب جلالة الملك تخرصات. هناك رسم قادم، هذا ربما أدركناه نحن على مستوانا البسيط كباحثين ومتتبعين، فما بالك من له يعني وسائل الاطلاع وأدوات الدولة. هناك تغييرات، ومن الضروري أن نعي هذه التغييرات وأن نتعامل بذكاء. في تصوري دولة عريقة ولها رجالات المسؤولية ينبغي أن تتعامل بتأني وروية، فهم المستجدات. قرأت وتتبعت خطابات في الصحف التي لا أعتبرها مسؤولة، ولا ينبغي أن نسب المستقبل كما يقال باللغة الفرنسية. ينبغي أن نجعل قضية الصحراء تعقيدا. استعمل التعبير بتاع السي مصطفى، عامل وصف وليس عامل وصف. رغم كل هذه التغييرات ينبغي للحكمة أن تسود، ولم تجاهل حلفائنا الأساسيين الغربيين شركائنا، ولكن كذلك مع الجيران. لم نستنفذ بعد كل وسائل، لا مع الجزائر. الجزائر دولة وفيها أطياف. لم نستنفذ كل وسائل كذلك مع موريتانيا، ولم نستنفذ كل وسائل مع الساكن. لذلك هذه التحديات تفرض علينا ضرورة استجابة ونوع من يعني التفاعل الإيجابي مع هذه التغييرات. لابد أن أذكر بأنه إذا كنا هنا نحن متواجدين لأننا نعيش أن هناك مشكلة، هناك مخاطر. المسألة تختلف عن لقاءات سابقة، لأنه مثل ما تفضل الجميع هناك وعي وهناك دراسات تقول بأنه لسنا في من أعلى المخاطر. ثم نحن هنا أعتقد كيف نسعى أن نجد حلول. لا أعتقد بأنه هذا الاجتماع هو فقط لنكون صدى لخطابات أو لنكون امتداد لتجييش أو إحالة. المحاولة لإيجاد حل
تقتضي الجرأة والموضوعية والشجاعة. في عرضي تحدثت عن بعض القضايا ذات الجانب الدبلوماسي. تحدثت عن الولايات المتحدة. الأمريكيون عموما أناس جديون. نعم كما قال السيد رشيد نقاط تغير سينيك عطاني نعطيك، ولكن حينما يصطدم بأناس لهم قضية يؤمنون يرى ويميز بين البريزونتان وبين من يدافع بصدق سريع. لذلك نحن لما نتحدث عن امريكا باعتبارها فاعل اساسي، لكن انا اتفق تماما مع السيد مصطفى لا بد ان نوجه اهتمامنا الى المنطقه اليوروبيه. لا يمكن لا الامم المتحده ولا حتى الولايات المتحده ان تجبر ايا كان على ايجاد حل ان لم ترد الاطراف التجاريه. فالساحه الاولى التي ينبغي ان ينصرف اليها الجند والمنطقه المتحده. الوضع دبلوماسي معروف، ولذلك ينبغي ايجاد ادوات اخرى. لسنا ممثلين للدوله، ليس لدينا اكراهات والتزامات، ولكن لدينا امور كذلك تتيح لنا ان نتصرف خارج هذه القرارات. ولذلك انا في تصوري اتفق تماما بانه في هذه القضيه ينبغي ايجاد سبل للحوار. لا يمكن ان يكون هناك حل بدون جزاء. حل بدون جزاء قضيه غير ممكن. ومن اجل ايجاد حل مع الجزاء ينبغي للمحللين ان يضعوا انفسهم في حاله تهيئه الجزائر، لانه سي ان انجو دو بوفوار مش مساله سهله. طبعا القراءه التي اجريها ويجريها بعض من الجزائريين هو ان قضيه الصحراء ليست هي اصل المشكله، بل هي التعبير عن المشكله الموجوده في الجزائر. C'est un symptôme, un point de fixation d'une tension. فلذلك أنا في تصوري لا يمكن بتاتا أن نتصور حلا بدون جزائر، لا يمكن أن نتصور حلا بدون موريتانيا. لا ينبغي أن نعتقد بأنه بعد كرزان انتهى الأمر. هناك وشائج إنسانية قبلية تاريخية بين ناس وديبو زويرات وأفريقيا. ولذلك يعني حينما نتحدث عن علاقات استراتيجيه مع بريطانيا لا ينبغي ان ينصرف الذهن الى الجانب الامني فقط. حينما نتحدث عن علاقات استراتيجيه مع بريطانيا الامنيين عندهم شغلهم، ولكن هناك جوانب لا تقل الاهميه بالنسبه لي. لا شيء يمنع ان تكون هناك شراكات اقتصاديه ثقافيه، ولا أفهم مثلا أن تكون هناك يعني فيزا بين المغرب وموريتانيا $100 €100 باش تحصل على الفيزا موريتانيا. لذلك يعني هذه الأمور أساسية. لماذا أقول بهذا؟ لأنني مثل ما قال السي مصطفى والجميع نحن نعيش في فترة نسميها بنهاية الباراديغم نيو كولونيو. عشنا مع الاستعمار واحد الباراديغم هي استمرارية منظومة الاستعمار بنوع من الأنواع انتهت إلى نهاية بيريد، والمآل هو إما الاستمرار أو الانهيار، وكل احتمالات ممكنة. الصحراء لن تكون فقط مشكل ما بين جماعة أو المغرب، ولكن بؤرة للتوتر في المنطقة. ينبغي أن نعي بذلك، ومسؤوليتنا كمثقفين كمشرع كحقوقيين كمفكرين كمناضلين أن نجد، لأنه مسألة يعني مسألة مصيرية. مثل ما قلت لا دبلوماسيا ولا داخليا لن نستنفذ كل الوسائل.
على المستوى يعني المحلي. لقد تحدث الإخوة عن الكثير من الاختلافات، منها مثلا تغيير ما يسمى بالعقل، بل سمعنا أيضا مرات أن كثير من الناس جاءوا وكانوا علانية مندمنة، إما لم يسووا المشكل، إما اختزل في الكارتية، إما في يعني قنوات بيروقراطية. وأنا لا أعتقد بأن الدولة عاجزة عن الحل، عن إيجاد حل لإعادة إدماج العائدين أو الملتحقين أو ما شئتم إلى الأسلام. هذا مشكل. لذلك لا ينبغي أن نلقي بالمسؤولية على الآخرين دائما. إذا أردنا أن نجد يمكن أن نردد خطابا معينا ولكن لا نسهم في إيجابه. لذلك مسألة الإدماج أساسية في بعدها الإنساني أولا ثم الاقتصادي. الإنساني أساسي، لأنه إخوان يعرفون أخذهم تما في النور قاسمين، ما يمكنش تاخذ ما تاخذش باعتبار المعاناة نتاعهم والمسار نتاعهم. المسألة لا تحل فقط بمعونة أو بمنصب أو كذا. لذلك الجانب الإنساني أساسي. ثم في تصوري البنيات الكبرى مهمة ولكن ليست كافية. لذلك نعتقد فيما يخص الدولة لا بد كذلك أن نركز على البيئة أساسي لها مردودية وتأثير أكثر من بنيات الدولة. هل يمنع علينا أن نتساءل عن بعض المؤسسات التي تم إنشاؤها ولم تسهم في الحل؟ ما دور البركاز؟ ينبغي أن نتساءل. القضية تاعنا كلها لأن هذا كله كان من دون خطوط حمراء سنتساءل إلى البركاز. إما هو جزء من الحل ينبغي أن يشتغل وإلا منطق الأشياء. أخيرا أعتقد ربما أنه وأنه خطاب لا ينبغي أن يتبع. ربما كثير من الناس الذين يتحدثون عن الصحراء بطبعا بنوع من الروح الوطنية وشيء جميل وإيجابي جدا، لكن هناك أفراد لا يشتغلون. تقول له الصحراء مغربية متأكد تقول الصحراء. المنتظر الدولي ما كيقولش الصحراء، هي موضع نزاع. بغيتي تغني وتقول الصحراء غني، ولكن أنا ما كنعملش في الصحراء وهو تعرف ولا غادي نجد معك. فإما غادي نقول الصحراء المغربية هو غادي يقول الصحراء ماشي مغربية وما غاديش نتفاهم، ما غادي يسمعني ما غادي نسمع. فإما غادي نغير المقارنة كل شو كافي. إلا ما بغيتيش تقول تسمع بأن الصحراء ماشي مغربية، أنا غنقول لك المغرب صحراء. ثقافيا، تاريخيا، سوسيولوجيا، أنثروبولوجيا، بحكم أنه هناك وشائج، هناك علاقة وغادي نستند لها. وعندي أدوات علمية باش نتأكد وشائج عميقة في هذا المجال. في هذا شيء اسمه الخيار والإرادة. ولذلك أنا في تصوري الخطاب هنا ينبغي أن يتغير. يعني إذا اشترطنا خطاب معين لا يسهم في تقريبه، غادي يكون واحد الديالوج بسهولة. فاكر في الصحراء المغربية أنت بغيتي الأرض كتنسى الإنسان. لا يمكن أن ينفصل أو تنفصل الأرض عن الإنسان. إما كتكون الصحراء المغربية ضمنيا كيكون فيه الإنسان. الإنسان طرف، وكما كان سيدنا الشيخ المرحوم الحسن الثاني كان في الأرض. قالوا كسبنا الأرض ما كسبناش القلوب. هذه المعركة الإسلام. باش ممكن؟ ما يمكنناش الاعتقاد نكسبوا القلوب واحد الخطاب اللي حنا كنعتبروه جا مقبول هنايا في الشارع، مقبول
ولكن هناك على الأقل 3 عقد. لذلك أنا في تصوري ينبغي كذلك أن نتبنى خطابا جديدا إن أردنا أن نقدم. ينبغي كذلك أن نحسن العمل والاشتغال مع إخوة دم لهم رصيد نضال ومصداقية كانوا في الطرف الآخر، لم تكن تراودهم فكرة الانفصال، لكن الظروف محليات دولية أفضت بهم إلى أن صاروا دعاة الانفصال، ثم عاودوا أنفسهم اليوم سيباشا. كان واحد مناظر الاتحاد الاشتراكي زار تندوف وأربعة يقول فسألوا واحد من المناظرين تاع كل سنة قال لهم اسمعنا عندكم واحد المقبرة واحد الحي سميتو الرياض اللي جا من البوليسيرو كدفنو فيه. فقال لي هذا المناظر شوف الصورة اللي عندهم على المغرب أنه الناس اللي كيمشيو كيدفنوا. قلت له لا ما فهمتيش، هي صورة مجازية الدفن فيه وفيه. فلذلك لدينا أدوات ينبغي أن نحسن استغلالها. لدينا مسؤولية ونحن نعيش ظروف استثنائية مثل ما قلت. نحن كلنا واعون بأن هناك أفكار محدثة في المنطقة، ودورنا كمثقفين هو أن نسعى لإيجاد حلول تعصم بلدنا والمنطقة كلها من الضرر. شكرا.